المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تخريج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القاشبركة. الأمم المتحدة تحذر من 50 مليون شخص مهددون بالجوع. وتايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. عقد في مدينة مندفرة اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز وحماية حقوق الأطفال في الإقليم الجنوبي، بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي واجهها سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بهدف تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ قلاب تسفا سلاسي في التقرير الذي قدمه أن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضاء على الممارسات التي تضر المرأة والأطفال، وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعية واسعة شارك فيها نحو 148 ألف مواطن. من جانبهم أكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثير في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعيا أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير سلوكي إيجابي وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو غد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم أحمد بالدور والإسهامات التي تطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات، إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة قبل الاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة. وفي رسالته الختامية ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء المؤتمر في لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعيا الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم، إلى جانب تكثيف جهودهم للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم من خلال توسيع خدمات التعليم التمهيدي في إقليم القاشبركة، تم تخريج أكثر من 600 من المعلمات الجدد في 5 أغسطس الجاري، وذلك بعد خضوعهن لتدريب على التدريس استمر الشهر في مدرسة غونية الداخلية. وقال مدير مدرسة غونية الداخلية الأستاذ كبروم مسمروم أن هذا هو التدريب الذي يجمع بين الدروس النظرية والتطبيق العملي، وهو الثاني من نوعه، مشيدا بالمتدربات لما أبدينه من اهتمام وتفان. وصرح الأستاذ مسفن محاري مسؤول وحدة التعليم عن بعد في وزارة التعليم بأنه تم إنشاء مراكز تدريب في جميع أنحاء البلاد لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي، وتعمل في التدريب والتأهيل. من جانبه صرح السيد ياسين محمد مسؤول فرع التعليم في إقليم القاشبركة بأن عدد مؤسسات المرحلة التمهيدية في الإقليم قد ارتفع من 155 إلى 438 مؤسسة، وإن أكثر من 27 ألف طالب
يتلقون الخدمات فيها. وقال إن جهودا تجرى لزيادة عدد المؤسسات إلى 630 وعدد الطلاب إلى 39 ألف في العام المقبل. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي بأن برنامج إنشاء مؤسسات للمرحلة التمهيدية وتدريب المعلمين الجدد قد بدأ العام الماضي، معربا عن شكره للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون بشكل كبير في توسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وزيادة أعداد الطلاب. وقدم المتدربون في حفل الختام معرضا يعكس منهجية التدريس في التعليم التمهيدي. نظمت لقاءات في مديرية حلحل في الفترة من 27 من يوليو المنصرم إلى 5 من أغسطس الجاري لمناقشة دور المجتمع في تطوير الخدمات الاجتماعية. وعقد مدير المديرية السيد قرماطيون أبرهة اجتماعات مع الأعيان وممثلي السكان لمناقشة الجوانب التي تساعد الشعب على استخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي يجري إنشاؤها تباعا بالشكل الصحيح وتضمن استدامتها. وأشاد السيد قرماطيون بدور السكان ومساهمتهم في برامج التنمية والأمن، وحثهم على متابعة تنفيذ البرامج المخطط لها على النحو السليم وتعزيز فهمهم المشترك لتعظيم الفوائد المرجوة منها. من جانبهم اقترح السكان عقد مثل هذه اللقاءات والمناقشات بصفة دورية وترقية مركز ملبسو الصحي ليصبح مستوصفا صحيا متكاملا وإصلاح طريق كرن أسماط وغيرها من الآراء. نظمت شرطة المرور بالإقليم الأوسط في 5 من أغسطس الجاري حملة توعية استهدفت سائقي الشاحنات التابعة لشركة ليلو للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير. وأوضح قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط المقدم هبتي قبرو أن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية من خلال حث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتطبيق قوانين وأنظمة المرور. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 41463 مخالفة مرورية، منها 28793 مخالفة ارتكبتها المركبات الآلية، وأكثر من 12,000 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المحصلة 7.5 مليون نقفة. وأضاف أن الفترة نفسها شهدت وقوع 1327 حادثا مروريا أسفرت عن وفاة 28 شخص وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة، فضلا عن خسائر مادية في الممتلكات قدرت بنحو 10 ملايين نقفة. وبين مسؤولو شرطة المرور أن أبرز أسباب الحوادث تتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. من جانبهم أكد المشاركون أن المعلومات والإرشادات التي تلقوها أسهمت في تعزيز معارفهم بمفاهيم السلامة المرورية، مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج التوعوية بصورة دورية. وفي ختام الفعالية دعا المدير التنفيذي لشركة ليلو للنقل السيد حيلوم نقاسي دعا سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من التوجيهات التي قدمتها شرطة المرور وتطبيقها في ممارساتهم اليومية. تتواصل في إقليم شمال البحر الأحمر حملة الطلاب التنموية التي تقام أو تنظم للمرة 28، حيث يجري تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في 3 مديريات و20 إدارة ضاحية. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ فسهاتيون تكيه في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن الحملة تنفذ في 15 موقعا موزعة على مديريات نقفة وأفعبت وقندع، وتشمل أنشطة المحافظة على المياه والتربة وإنشاء وصيانة الحواجز والسدود الترابية وإزالة الأشجار، إلى جانب حفر وتمديد خطوط المياه في قندع ودنقلو. وأشار إلى أن أكثر من 2060 طالبا وطالبة يشاركون في الحملة، تشكل الطالبات 79% منهم، إلى جانب المعلمين والمشرفين والخبراء الزراعيين والمرشدين، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج التنمية. من جانبهم أكد المشاركون أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة العمل وتعزيز مساهمتهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التنموية. مشاهدينا، النشرة تتواصل ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.
أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة النينو، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن تأثير الظاهرة المناخية المرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي وتغليص المحاصيل، ما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذا العام في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي. وتستمر مناورات هانغ وانغ السنوية حتى 14 من أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع قارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، على ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وتنشر مقاتلات وسفن حربية حولها بشكل شبه يومي، وتجري مناورات واسعة النطاق. انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة إلقاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة ومتهورة. وألقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة السفيرة البرازيلية ماريا لويزا بعد أن علقت البرازيل الموافقة الرسمية على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات دخول لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا شخصية غير مرغوب فيها، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلقاء تأشيرتها لا يعادل طرد الشخص من البلاد. وأكد بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني إيد ميليباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني أن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين، بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، وضمان أن لا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حيازة سلاح نووي. وفي بيان صدر قبل الاجتماع، شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال أنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. تقييم للأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة في الإقليم الجنوبي. الجالية الإرثية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تخريج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القاشبركة. الأمم المتحدة تحذر من 50 مليون شخص مهددون بالجوع. وتايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.